السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وياتي وشراكم وش حوالكم يا ربي كامل تكونوا بخير. أنا في نعمة والحمد لله. يوم جديد وفيديو جديد. خواتاتي اليوم جبت لكم عصبانة على طريقة المحلات بالدوارة اللي وليدتها ما ياكلوش الدوارة رايحين ياكلوها أو ما يفوقوش بيها. احنا نسمو بسم الله ونروحوا للتحضير. حطينا كيكوطة، حطيت فيها الدوارة نتاعي الكرشة والمصارن والرية، حطيت لهم حبة بصلة، حبة طماطيش، حبة حار، وريقة راند، سنينة ثوم، حطينا لي زيبيس، فلفل عكري حار وفلفل عكري حلو والكمون وراس الحانوت، سكرنا عليها او خليناها طيب. هنايا حطينا الروز، يعني حطيت 4 مغارف ولا 5 روز، غسلتهم مليح مليح من النشاويات ودرتهم يطيبوا. هنا خواتاتي نقول لكم اللي وصلت معايا هنا ما تنسانيش بالجام، الجام فضلا وليس امرا. هنا نروحوا للعجينه. عندنا هنايا فرينه، انا حطيت كيلو فرينه، حطيت له مغرف خميره، مغرف سكر، وعجينتها بلا دلك، يعني ما دلكتها ما والو، رونتها او قطيتها او خليت عليها. هنايا بعد ما طبت لنا الدواره، احنا جينا نصفوها، نديروها في كسكاس نصفوها ورايحين نقطعوها يعني مربعات صغار باش نرحيها. احنا راني نقطع فيها كما راكم تشوفوا، درك نرحيها. هنايا بعد ما رحيناها راح نحط عليها اللحم مرحي. انا كان عندي اللحم مرحي في المجمد جبته. هنايا نحط عليها داك الروز. هنا عندي حبة بصلة قطعتها مربعات، عندي حبة طماطيش، وعندي معدنوس والثوم، طماطيش مصبرة، وعندنا وريقات رند، وعندنا لي زيبيس اللي حطيناهم في الاول نزيدو نحطهم في الاخر. هنا بعد ما رحيت البصل نتاعي حطيتها على داك الروز واللحم والدوار هذيك. هنا ثاني راح نرحي الطماطيش ونرحي الثوم والمعدنوس داك نرحيهم ونزيد نحطهم الخلطة نتاعي. هنا بعد ما رحيناهم راح نحطهم في بلا ونخلطهم مع بعضهم كامل، ونسقيهم بلا صوص هذيك اللي طيبت فيها الدوارة. حطي لاصوص ديك اللي طيبتي فيها الدوارة وخلطي وخلطي اللحم هذاك باه يتفتح لك، راه كان في المجمد. حطيت الطماطيش مصبرة وحطيت لي زيبيس هذوك وريقة الراند ونخلطهم مليح مليح. هنا نحط لهم 4 مغارف ولا 5 زيت، انا حطيت مغرف كبيرة. هنا شوفي كما قلت لك ديري ديك لاصوص اللي طيبنا فيها الدوارة او خلطي وفتحي اللحم نتاعك هذاك مليح، خلطيه مع الدوارة كما راكي تشاهدي. خلطي مليح كامل دوك المكونات باش يدخلوا في بعضهم. انا هنا جاني المول صغير راح نبدلو دركي، ما راكم تشاهدوا راه المول صغير درتو في صينيه كبيره باش نفتح الخليط نتاعي مليح. هكذا على هذه الطريقه راح نفرقو ونزيد نسويه في الصينيه نتاعي. قلت لك وسقيه بلاصوص نتاعك حتى يتشرب لك مليح بلاصوص هذيك اللي طيبنا فيها الدواره. انا راني درت له لاصوص. هنا نقطوه وندوه للفور، الفور نتاعنا يكون سخون. صدقوني هذا الاسباني يجي خير من تاع المحلات. انا جربته وعجبني، قلت نحطها لخواتاتي ثاني يدو معلومه على معانا ثاني يديروها لوليداتهم. هنايا رجعنا للعجينه نتاعنا. هنا بعد ما خمرت راح نضربها على هذه الطريقه ونزيد نخليها تخمر المره الثانيه. هنا نغطيها ونزيد نخليها تخمر. هنا رجعنا للعجين تاعنا. راح نديرو يعني خبيزات صغار، نديرهم خبيزات صغار. تحبي ما ديريش الخبيزات هادو، يعني تجيبي الخبز الباكيت وديري فيه
العصبان نتاعك. ثاني يجيو سندويتشات يعني بزاف بنان. انا فضلت ندير الخبيزات هادو. احنا بعدنا خمرو طيبناهم، شوفوا كيفاش جاو يعني روعة، وخبيزات خفاف وهايلين. هنا راح نفتح الخبيزات هذوك وندير لهم الهريسة. اذا كانوا ولادك يحبوا الهريسة حطي الهريسة، اذا كانوا ما يحبوش حطي يعني غير العصبان نتاعك. انا راح ندير الهريسة وندير العصبانة هذيك، وتشوفوا السندويتش نتاعنا كيفاش جاو ما شاء الله ما شاء الله. عجبوا ولادي بزاف بزاف، واللي شهيتها نقولها نشهيك في الجنة، ونتمناكم تجربوهم وتقولي وش رايكم في التعليق. احنا اللي شهيها في الجنة ان شاء الله. تابعوا الفيديو حتى للنهاية باش تستفادوا منه وتشوفوا النتيجة. احنا نخليكم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة مع فيديو آخر.